السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد أو مقطع جديد، كيف ما تعجبنا أو مقطع جديد. لا تنسون اللايك والشير والمتابعة والإكسبلور والإكسبلور. طيب متابعين، خلينا أنا جاي أتكلم عن سعود عبد الحميد. هذا اللاعب السعودي يا اخوان، احنا متى سنقف مع هذا اللاعب وندعمه؟ متى سنقف معه وسندعمه؟ سعود عبد الحميد سجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي، وأيضا يصنع سعود عبد الحميد دائما يصنع. مشجعين نادي روما من خلف التلفزيون، شايف التلفزيون ذا اللي في بيتك وفي بيتي وفي البيوت عامة، انت تشوف فيه تتفرج شيء مع جمهور روما تشوف الملخصات وتشوف المباريات. تابع سعود عبد الحميد مع لامس. سعود عبد الحميد اخوان احد افضل الاظهرة يمين في العالم، مو في العالم حاليا. ومشجعين نادي روما ينتظرون انه يعود، لكن انا اعطي فكرتي لنادي لانس. تبغى تحقق الدوري الفرنسي، تبغى تحقق ايا كان من الكؤوس الاخرى، اشتري سعود عبد الحميد. بيدافع وبيهاجم وبيلعب لك اي شيء انت تبغى. سعود عبد الحميد ظهير، لكن فجأة يصير لك جناح، فجأة يصير لك مدافع. سعود عبد الحميد يا اخوان ما يقول لا. فاتح صح؟ سعود عبد الحميد ما يقول لك لا. الكل سعود تعال دافع يقول لك ابشر من عيوني. سعود روح هاجم ابشر. سعود العب كل شيء ابشر. طيب يا اخوان، اما عن الدوري السعودي اللي دحين احنا وصلنا في حالة تطور جدا كبيرة يا اخوان، حالة تطور جدا كبيرة. طيب خلينا نروح لمباراة الهلال والفتح. توني كروس الهلال، سيرجي سافيتش ومحمد كانو توني كروس الثاني، أو سيرجي مودريتش وكانو توني كروس. عرضية من كانو إلى سافيتش بالملي، وسافيتش وضعها في مرمى الفريق الفتحاوي. ركلة الجزاء، هل هي ركلة جزاء؟ لا. كوليبالي جاي اخوان شات الكورة، فجأة احتجوا ركلة جزاء. احتجوا لاعيبة نادي الفتح، احتجوا، لكنها واضحة الكورة. كوليبالي شاتها، مراد باتنا حط رجله عشان يكسب ركلة الجزاء، لكن شايفين الظلم. ما أخذت لا ركلة الجزاء ولا شيء، تيجي تظلم ليش؟ طيب المهم يا اخوان، وأيضا الاتحاد يخسر من الرياض 3. مو معقولة والله مو معقول. ترى مسلمات وريمونتادا قدساوية على الأهلي 3-2. الأهلي كان ماشي صح، قلنا الأهلي بيفوز والأهلي وشجعناه. طبعا مو أنا هلالي مالي دخل. يلا يا هلاوي. ولا يجيك القادسية بريمونتادا مصعب الجوير اللي سجل هدف. مصعب الجوير لاعب خط وسط كبير، لاعب خط وسط سعودي ناشئ، لاعب خط وسط بإذن الله سنراه يلعب في الدوريات الأوروبية زي فيصل الغامدي، سعود عبد الحميد. فيصل والله يا اخوان ما ادري، ما اتابعه انا، اذا رجع ما اتابعه، لكن نقول يا اخوان الله يوفق جميع اللاعبين السعوديين، سواء كانوا في أوروبا أو هنا في آسيا أو في أفريقيا، وين ما كانوا الله يوفقهم يا إخوان. وأدعو لسعود عبد الحميد أن يستمر، بإذن الله نراه في ريال مدريد أساسي ماسك مكان أرلاند. سلام.